شفت المركب، ولكن الى حد الان لا اعرف التفاصيل، لا اعرف التصميم، ما زالت في اشياء ناقصه يعني ربيع في هذا المجال. هو بالنسبه للتصميم، وانا سابدا بالتصميم لاشرحها، كانه الملعب يعني يقع هيكل الملعب تحت سقف خيمه كبيره وسط المناظر الطبيعيه للغابات، مستمده من ثقافه التجمع الاجتماعي والمعروف في المغرب بالموسم. انت مجهز نفسك يعني. صحيح، مجهز نفسك. لابد. فبالنسبه لانشاء الملعب جاء على اساس انه يكون انجاز استثنائي، وهذا اللي من خلاله نتكلم اليوم على ملعب الدار البيضاء الكبير، وهو سيكون اكبر 113,000 اكبر ملعب في العالم. لانه سمعت انه طاقه الاستيعاب نقصت نسبيا 113، لا كانوا نتكلموا على 115، اصبحت 113,000، هذا الرسمي 113,000 مقعد. ولما نتكلم على النهائيات نتكلم على في رأي نسختين فقط تجاوزوا 100,000. نتكلم على الماركانا 179,000 تقريبا. صحيح. ثم لكن قبل المواصفات الجديده نتكلم. ونتكلموا على لاستيكا. هذا الملعب امامنا على الشاشه. ونتكلموا على لاستيكا اللي كان شهد نهائي 1982 واللي تقريبا 115,000. لكن نتكلم عن هذا الحضور الجماهيري بالمواصفات القديمه او ليست بالمواصفات الجديده، معناها انه لم تكن هناك كراسي. اليوم سوف نشهد بناء ملعب بالكراسي يصل إلى سعة 113,000، وأمام الاتحاد الدولي إذا ما نظم إن شاء الله بإذن الله النهائي أمام رقم تاريخي واستثنائي، لأنه حتى في الملعب الذي سيشهد نهائي كأس العالم 2026 واللي هو الميت لايف بنيو جيرسي، قد السعة الاستيعابية هي 82,500. وبالتالي أعتقد بأن للمغرب إن شاء الله فرص كبيرة على أنه يحتضن النهائي، لأنه هو أكبر ملعب وسوف ينشأ لهذا الغرض مقارنة مع كما قلت نيو كامب والبرنابيو. ثم النقطة الثانية على مسألة التسويق، سوف نأخذ بعين الاعتبار المسافة من خلال المدن التي سوف تحتضن كأس العالم. وهناك طنجة، فاس، الرباط، الدار البيضاء ومراكش أقرب لهذا الملعب، معناه أنك ممكن تجي تشاهد مباريات الدوري وتقيم بمراكش وتنتقل إلى يعني بن سليمان في النهائي، وهذا أعتقد مهم بالنسبة للجماهير.